السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو ده فيديو سريع، انا مش هاخد من وقتكم كتير، بس انا حبيت اتكلم فيه النهارده لسبب معين. ووجدت ان السبب يمكن احنا كلنا عارفين كده بس احنا بننسى. وجدت ان احنا 90% من مشاكلنا يعني بتدور حول الموضوع ده ببساطة يا جماعة ايه؟ المشاكل كلنا اللي احنا بنواجهها من ضيق مالية، من تعلق بأشخاص، وده 90% من اللي احنا بيحصل معانا دلوقتي. ده يا جماعة حله حاجة واحدة بس، ان انت ترجع لربنا سبحانه وتعالى. ومش ترجع لربنا ان انت تصلي وتصوم وتزكي، ده مفروض على اي مسلم، ولو اي كانت ديانتك برضو، في الكنيسة، في اي ديانة. مش بتكلم في النقطة دي لانه ده فرض عليك، بتكلم على ان انت تلجأ لربنا في كل امر يضايقك في الحياة. كان اذا حسبه امر لجأ الى الصلاة، صلى الله عليه وسلم. عملت ذنب، ارجع لربنا. ربنا قدم لك حاجة كويسة، احمد ربنا. شايف نفسك ان انت مش هتتصلي ركعتين وتقرب منه. والله يا جماعة يعني المعلومة دي بجد يمكن احنا كتير بنسمعها، بس هي المصدر وهي السفينة، هي النجاة بجد، ان انت ترجع لربنا. يا سيدي لو عملت غلط، لو عملت اي حاجة مش كويسة، ارجع تأسف له، اعتذر له، صلي ركعتين، قول له انا غلطان، احمد، امتن على النعم اللي ربنا بيقدمها لك. والله يا جماعة الموضوع ده فيه سر عجيب جدا، جربوه وهتدعوا لي. السلام عليكم.